أغرب مطعم في مصر، مطعم ماليزي قديم موجود بقاله سنين مستخبي في كامب جزار بتدخله من شارع البركة. مالوش يافطة ونص الباب مفتوح وملهمش صفحة تقريبا على النت ولا وجود على الميديا، وأول ما تدخل جوه تحس إنك انفصلت عن العالم وسافرت عبر الزمن وسط ناس من جنسيات مختلفة. مكان بسيط ومتواضع، حتى المنيو عندهم غريب، تحس إنك في لجنة امتحان وكل أكلة قدامها صورتها، والأكلات اسمها غريب ومريب جدا. فراخ ثلاثي الطعم ورز موتيرا ونوستيرا، مكرونه باتيه ومكرونه بالبيض. كابتن اوردر ورقه من كراسه مسطره انجليزي، وتبص في ورقتك وتكتب الطلب بالتفصيل، وقلنا نحاول نطلب اللي نعرفه. وعندهم عصائر بنكهات اسمها بوب ايس، ومشروبات ماليزيه ومنتجات ماليزيه كتير هناك، توابل وصوصات وسناكس ومكرونات. والسناكس دي محطوطه في علبه على كل ترابيزه، تاخد اللي عايزه وتحاسب في الاخر. ونزل الاكل ومواد مبرق ومقلق من الجو العام والتجربه، وبعد ربع ساعه اقناع اخد اول شوكه وبدا يستطعم واتصدم يا عيني. الاكل عجبه جدا، ودي اسمها اندومي مقلي دجاج سبايسي. ونصر دقها وطعمها جامد قوي قوي، طعم المكرونه مختلفه والتوابل كويسه والطعم مظبوط، والخضار والفراخ سواها ممتازه، والخامات رائعه كلها اسيويه 100%. دخل نصر على الطبق التاني، مكرونه ممتاز فراخ وطعمها كويس ومظبوطه. ونزلنا بقى الطبق التالت، طبق اسمه نوستيرا كاري، وطبق كده غريب شوربه بالفراخ بالمكرونه، والطعم كان كويس والمكرونه كويسه جدا والفراخ تمام. والشوربه بقى كل ما توصل لتحت تحس بطعم التوابل اكتر. المهم بعد ما تاكل هتحس بحاله غريبه جدا. نصر ومهاب حسوها، قول لنا لما تجرب حسيت بايه. عندهم دليفري، وفي كمان لهم رقم ارضي وخصم 5% كل يوم تلات. ما جيتش على دي تستغرب، وما عندهمش ولا ضريبه ولا خدمه. اسره ماليزيه محترمه استقروا بعد الدراسه في مصر، ومستنيينكم تدعموهم وتعيشوا الاثاره والتجربه والاكل الاسيوي. واعملوا فولو لان اللي جاي غريب ومريب، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جاي.